مساء الخير يا جماعة، حابب أشارك معاكم معلومة سريعة ومهمة في العلاج الطبيعي ممكن تغير طريقة تعاملنا مع الألم. في 2024 طلعت دراسات جديدة بتأكد إن أفضل طريقة لتعجيل شفاء ألم أسفل الظهر مش الراحة، لكن الجرادد اكتيفيتي أو النشاط التدريجي. الفكرة ببساطة إنك ما توقفش كل حركتك عشان الألم، بالعكس بتبدأ ترجع للحياة طبيعية تدريجيا بمستويات محسوبة من الحركة بدل ما تعتمد على الراحة التامة. الدراسات أثبتت إن المرضى اللي اتبعوا النشاط التدريجي اتحسنوا أسرع بنسبة كبيرة، وكان عندهم قدرة أحسن يرجعوا للشغل وللرياضة، وكمان الألم المزمن عندهم قل بشكل واضح. طب ليه ده حصل؟ لأن النشاط التدريجي بيمنع خوف الحركة، وبينشط العضلات العميقة، وبيقلل الالتهاب، وبيعيد برمجة الجهاز العصبي للتعامل مع الألم بشكل صحي. الخلاصة، لو عندك ألم أسفل الظهر ما توقفش حياتك، امشي، اتحرك، وارجع لروتينك تدريجيا. ده دلوقتي من أقوى التوصيات الحديثة في العلاج الطبيعي. نشوفكم في معلومة جديدة. سلام.